تعالي النهارده نعمل مع بعض طاجن لحمة بطريقة حلوة جدا هتعجبك وتغيير عن اللحمة المسلوقة أو المشوية. وكل اللي أقدر أوعدك بيه إن لو جربتي ودقتي طريقة النهارده أكيد مش هتبطلي تعمليها. وبصي ازاي بقى طالعة السوا بتاعه مظبوط جدا والبطاطس طالعة القطعة زي ما هي وفي نفس الوقت دايبة دوب. واللحمة برضو طالعة مستوية جدا، ده بفضل التسوية الصح. تعالي هقولك عملتها ازاي. تاكليها بقى بالعيش، تاكليه بالرز، براحتك خالص. انا هنا جبت 5 بطاطسات كبار، قطعتهم، وهنا بنقطع التقطيعة كبيرة زي ما انت شايفة كده عشان البطاطس بتاعتي ما تتهريش. قطعت البطاطس كلها وجبت كيلو الا ربع من البصل، حوالي 3 بصلات بيض كده كبار و2 بصلة من الحمراء، برضو قطعتهم كلهم جوليان كده. كمان معايا قرن فلفل اخضر حامي بارد براحتك، وقرن فلفل احمر مقطعه مكعبات، ومعايا 3 من الطماطم. وجبت بقى حوالي كيلو وربع كده من اللحمه، قطعتها زي ما انت شايفه كده. ولو انت عايزه تسيبيها زي ما هي طرنشات كده او تخليها سلايدز زي البفتيك براحتك خالص. انا قطعتها مكعبات صغيره شويه عشان تبقى مستويه معايا سوا حلو. بقى كمان جبت قطعة كده من الدوش الضاني او قطعة من اللية، دي بتفرق جدا في التست بتاعها. يلا بقى معايا طاسة على النار او حلة، حطيت فيها معلقة من السمنة البلدي، ونزلت بالدوش الضاني او اللية الضاني الاتنين زي بعض، بس بتعلي التست جدا للحمة. نزلت باللحمة بتاعتي هديها تشويحة حلوة، وعليها نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وكام ورقة من اللوري، وكام حباية كده 4 5 فصوص من الحبهان، وعود من القرفة. هديها تشويح حلو قوي. رشيت عليها كمان رشة من جوز الطيب، وهشوحها بقى تشويحة محترمة. وبعد كده هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، ومعلقة كبيرة من هريسة الشطة. حلاوة الطاجن ده ان هو يبقى سبايسي شوية. قلبتهم وبعدين نزلت بالبصل، وهقلب. كل ما بتنزلي بمكون بديله تشويحة خفيفة كده بحيث ياخد ويستطعم من طعم اللحمة والبهارات اللي حاطينها. وبعدين انزل بالمكون اللي بعديه. بعد كده نزلت بالبطاطس وعليها الفلفل، قرن فلفل مكعبات احمر واخضر. هدي تشويحة حلوة بقى للخضار بتاعي، وهبتدي اطعمه. حطيت له البهارات بتاعه الخضار، حطيت معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، ومعلقة من ال7 بهارات او بهارات اللحمة، وكمان حطيت نص معلقة صغيرة من الجنزبيل المطحون، ومعلقة صغيرة من المرقة الفورية. بتدي تسكيرة وطعم حلو جدا. لو مش حابة هي اختياري، حطي اكتفي بال7 بهارات او بهارات اللحمة. هنا حطيت 3 طماطمات مقطعهم مكعبات، وبعدين نزلت بمعلقتين كبار من الصلصة، وكوباية واحدة بس من المية. هي دي كل المية اللي هستخدمها في الطاجن بتاعي، مش هستخدم مية خالص. هعتمد على المية اللي هتنزل من اللحمة ومن من الخضار. بعد كده بقى ظبطت الملح بتاعي، وهبتدي اقلبه يغلي غلوة واحدة بس على النار. اول ما يبتدي يغلي، انا دلوقتي مسخنه الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره، وحاطه الطاجن الفخار بتاعي في الفرن. ممكن تحطي في طاجن فخار او في صينيه عاديه او بايركس اللي يعجبك. المهم لو هتحطي في فخار لازم يبقى الطاجن بتاعك سخن، عشان اول ما تحطي الحاجه اللي هتحطيها فيه اي مكان بقى يغلي على طول معاكي. طلعت الطاجن وحطيت فيه معلقه من السمنه البلدي، وقلبت فيه الخضار كله. حطيت على الوش كده قطع من الفلفل والطماطم، وبعدين هغلفه بورق الفويل. هدخله بقى فرن مسبق التسخين على اعلى درجة حرارة اول ربع ساعة، وبعد كده ههدي عليه النار على درجة 180، وهسيبه يكمل سوا. اخد معايا ساعة ونص في الفرن. زي ما قلت لك اول ربع ساعة على درجة حرارة عالية، وبعدين هديت عليه النار، واخر 10 دقايق شلت من عليه ورق الفويل وسبته لما اخد لون حلو. لو انتي ما خدش معاكي اللون الحلو دوت، ممكن عادي اخر 5 دقايق تفتحي له الشواية لحد ما ياخد اللون ودرجة التحمير اللي تعجبك. عملت جنبيه رز بشعرية، قدمته جنبه. بس هو بصراحة طعمه احلى كتير جدا، ومش محتاج غير حبة عيش. بس عشان الناس اللي بتحب الرز عملنا رز. في العيش طعمه تحفة. انت مش هتحتاجي غير رغيف العيش
وجرجير كده جنبه او حبة مخلل وخلاص. بصي طالع البطاطس القطعة بقطعتها واللحمة، الخضار ما تهريش خالص، طالع سواه مظبوط جدا. البطاطساية طالعة زي ما هي، بس في نفس الوقت دايبة خالص. مش مستحملة احط عليها الشوكة زي ما هتشوفي معايا دلوقتي. واللحمه سواها مظبوط جدا. امشي معايا على نفس الخطوات اللي قلتلك عليها. هيطلع معاكي طاجن لحمه تحفه. بجد طعمه حلو جدا، لو جربتيه مش هتبطلي تعمليه. ولو عجبتك بقى وصفة النهاردة، يا ريت ما تنسيش اللايك والشير وتعليق لو بحرف يرفع الفيديو ويوصل لأكبر عدد ويستفيد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في حفظ الله وأمنه. والسلام عليكم ورحمة الله.